أنا مهندس أحمد زعزع، باحث ومصمم عمراني وعضو فريق مجموعة مد اللي كانت شغالة على المشروع ده مع وزارة التطوير الحضري والعشوائيات. ممكن تكلمنا على مشكلة مثلث ماسبيرو والمؤتمر النهارده كان بيتكلم في إيه وأهم نقاطه؟ هو الحقيقة المؤتمر النهارده بشكل أساسي كان بيتكلم إن المنطقة تم وضعها تحت ما يسمى بقرار إعادة تخطيط، وهو قرار يعني بينص على إن المنطقة بتتجمد تماما وما يحصلش فيها أي ولا إزالة ولا إضافة ولا أي حاجة. بس مؤخرا جه قرارات ازاله كتير جدا لاهالي هنا، وده ما كناش فاهمين ليه جاي قرارات ازاله، مع ان القرارات دي المفروض ان ما يجيش اي قرارات ازاله، ان في مشروع هيتعمل والمنطقه كلها هتتطور. فده طبعا خوف الاهالي جدا، بالذات كمان ان في اهالي اتشالوا من بيوتهم ولسه نايمين في الشارع، ولغايه دلوقتي بيتقال لهم هيتجاب لهم شقق او هياخدوا فلوس ايجارات، ولغايه دلوقتي هم لسه بايتين في الشارع بقى لهم دلوقتي اكتر من اسبوعين تقريبا. فالاهالي متخوفه ان الشكل الاجرائي ده ممكن ان هو يتكرر اكتر من كده ويبقى على المنطقه كلها. في ناس ملهاش مكان هنا خالص، في ناس يعني مقتدره انها تقعد بره، وفي ناس ما لهاش مكان اللي هنا، لان المثلث ده لو اتشال زي ما هم بيقولوا في ناس مش هتعرف تسكن خالص، وفي ناس مقتدره انها تطلع بره وتسكن في اي حته. والله معاناه طبعا، الموضوع بيبقى ازمه لناس كتير طبعا، الحاله الماديه ما فيش حد مقتدر ان هو يصرف عليهم او كده، وفي اهالي كبيره في السن ملهاش مكان الا هنا ومحدش يعرفهم الا احنا. يعني لو المكان ده اتشال محدش هيعرف يصرف عليهم الا احنا. تحب توجه رسالة للحكومة وتقول لهم إيه بالنسبة لموضوع الأهالي هنا الاهتمام شويه يعني، والموضوع يكون باقصى سرعه، لان كل البيوت يعني معظمها هنا هم بيقولوا ان هم يحلوا موضوع التنكيس وكده، ويكون باقصى سرعه بس قبل المشروع يعني بيتعمل. منطقه مثلث ماسبيرو هي اساسا المربع كله اسمه الشيخ علي، بس في الجديد والتطور الجديد سموه مثلث ماسبيرو. فاحنا هنا قاعدين لاجل حياتنا. احنا كنا قبل كده كانت الناس دي كنا طلعنا عملنا وقفه احتجاجيه بره، والمهم يعني في النهايه استجابوا لينا، وبقى في مشروع جدي داخلين في موضوع جدي. وكذا مره نتقابل مع وزيره الاسكان، كانت وزيره العشوائيات ليلى اسكندر، وكانوا بيقولوا لنا كلام واحنا متفاهمين بما كانت ولايه محترمه جدا وماشيه معانا بما يرضي ربنا. بس من ساعه ما سابت الوزاره هي احنا مش عارفين الدنيا ماشيه عليه. المهم يعني قالوا لنا في مشروع جاي خلاص المدرسي، وورونا كاريكاتيرات ومناظر وبتاع، انا مسجلها على الكمبيوتر عندي. فالمهم قال لك ايه يعني اخر كلام بقى واخر حديث، كنا اخر مره قال لك في مشروع، بس احنا لغايه دلوقتي عاملين يمطحوا فينا بالنسبه للمفاوضات. هم ليه التفاوض ده قلقانين عنه ليه؟ قال لك هنعلنه لكم يوم اول 5 في الشهر، اول 5 في شهر 3. لغايه دلوقتي ما حدش يعلن عنه بحاجه. دلوقتي ما هو اللي قلق المربع كله ان دلوقتي عاملين يجيبوا قرارات ازاله قديمه، بس اشمعنى جاي تجيبها لي دلوقتي؟ يعني من التسعينات ومن 2000 ومن 2001 فاهم كده؟ ومن التسعينات انت جاي تفكرني بيها ليه دلوقتي وجاي تاذلها ليه؟ لا الوزاره والحي احنا لغايه دلوقتي هم مش ظاهرين معانا اللي هم معانا، ومتدخلين اللي هم معانا، بس على ارض الواقع احنا مش شايفينهم.